آمم، حديث سمعته. اترعبت من حاجة، والحاجة دي لازم ناخد بالنا منها علشان دي مهمة جدًا. راوي الحديث هو سيدنا أبو هريرة، والحديث في صحيح مسلم يعني. أنا مش حافظ الحديث، بس هو ما معناه إن أول الناس اللي ربنا أو أول من يُقضى فيهم يعني يوم القيامة، واحد مات في سبيل الله. انا بقول ما معنى الحديث يعني، مش حافظ الحديث. فربنا يجيب الراجل الشهيد ده، يقول له انت عملت ايه؟ انا اديتك نعمة اللي هي الشجاعة مثلا، عملت ايه؟ قال له يا رب انا قاتلت في سبيلك علشان ابقى شهيد. فربنا يقول له كذبت. دي المفاجأة، كذبت، انما فعلت ذلك ليقال شجاع. وقد قيل ربنا كريم، اللي يعمل يعني هو عمل حاجة كويسة، بس للأسف عملها وفي رياء وفي نفاق وفي شرك خفي عنده عشان الناس تقول عليه شجاع. ربنا اداله اللي هو عايزه، وقد قيل، وياخدوه على النار. واحد تاني ربنا اداله نعمة المال، فربنا يقول له، يعرفه النعمة، يقول له انا اديتك كذا واديتك اوجه المال واديتك فلوس و عملت بيها ايه؟ ولله المثل الاعلى. يقول له يا رب انا ما سفتش سبيل انت بتحبه الا وصرفت فلوسي فيه. ربنا يقول له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريم، عشان الناس تقول عليك كريم. وقد قيل خدت حقك في الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق. ويدخلوه النار. ويجي لواحد تالت. يعني شوفوا الموضوع مرعب ازاي يا جماعة. وده ربنا اداله نعمة العلم، كان عالم، ربنا اداله المعرفة والعلم، وكان بيقرأ قرآن، وما شاء الله الناس تشوفه تقول ولي. ربنا يقول له نعمة العلم اللي انا اديتها لك دي عملت بيها ايه؟ ولله المثل الاعلى. يقول له يا رب انا تعلمت العلم وعلمته عشان خاطرك. يقول له كذبت، انما فعلت ذلك ليقال عالم، وقد قيل، ويدخلوه النار. يا جماعة، واحنا بنتعامل مع ربنا في اي عمل خير ربنا بيحبه، لازم يكون عندنا اخلاص نية لوجه الله. اوعى ذرة شرك تخش في قلبك من ان انت طالب شهرة بين الناس او رياء ونفاق. ربنا اغنى الاغنياء عن الشرك. انت وانت بتعمل اي حاجة ربنا خليك مقتنع ان ربنا مش محتاج منك حاجة، انت اللي محتاج له. فلازم نخلص النية لله. انا لما شفت ده، يعني هو في اكتر من واحد شهيد، ده هو دخل المعركة في سبيل الله، وجايز الناس تكون فاكراه شهيد، بس هو كان في ذرة رياء عشان يتقال شجاع. احنا في شهر رمضان وبنعمل عمل خير كتير. رجاء بوصيكم وبوصي نفسي قبلكم، لما نعمل حاجة لوجه الله ما نستناش نشوف الشكر أو رد الفعل من الناس. طلع صدقة وامشي، اعمل خير وامشي، دافع عن الحق وامشي، علشان ربنا وأغنى الأغنياء عن الشرك. ربنا مش محتاج منك حاجة. اعمل الحاجة لوجه الله، وهو ده قمة الخير اللي ممكن توصل له، ان ربنا يجازيك خير عشان عملت الحاجة بإخلاص نية ليه. صباح السعادة.